السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعيد سعيد عليكم وعلى الأمة الإسلامية أجمعين. النهاردة أنا كنت في زيارة لأهلي في العيد، في نهاية العيد. كل سنة وانتم طيبين. خلاص بقى امتحانات المدارس دخلت والعيد خلص وعيدنا وانبسطنا. ودي كانت زيارة أهلي. رحت زرتهم يعني وقضيت معاهم يوم جميل. كانوا عاملين سمك، وعاملين سمك بولتي وسمك اللي هو الفيليه والرز والسلطة. وطبعا قعدة بقى ايه، قعدة العيد والكحك والترمس والحاجات الحلوة دي كلها. كل سنة وانتم طيبين. طبعا هنا جابوا سمك وحيقناه وقالوه. هنا معايا السمك بعد ما اتغسل، وهنا طبعا التتبيلة اللي هي بتاعت الدقيق. بجيب هنا الدقيق وبنحط عليه هنا معلقتين من النشا ومعلقة من الكركم. طبعا النشا بتديله قرمشة والكركم بيديله صفار لون أو بيديله اللون الذهبي، بيبقى لونه جميل جدا. وطبعا هنا بعد ما السمك ما اتحيق يعني واتعمل بالدقيق زي ما انتوا شايفين كده. هنا طبعا هنعمل معاكم بقى هنا الرز. طبعا الرز معمول ايه، الرز هنا معانا بصل وكركم وزيت، ومعايا هنا التوابل هنا ملح ومعلقة شطة ومعلقة كزبرة ناعمة ومعلقة كمون ناعمة. بنقلبهم كده مع البصل لحد بس ما تتشوح تدي اللون الذهبي معايا. طبعا معلقة الكركم بيديها لون الذهبي وبنفس الوقت بيبقى طعمها جميل. هنا خلاص البصلية كانت اتشوحت معايا شوية وبدأت إنها تصفر، فضفنا لها هنا الرز. بنقلب الرز بالشكل دوت وبعد كده بنسقيه. عاوزة تحطي بقى مكعب ماجي حطي، مش حابة إن انت تحطي مكعب ماجي ده حاجة برضو براحتك. هنا كان الرز السقة وبعد كده ايه هنسيبه بقى يستوي براحته، وبعد كده هنرجع ايه نقلي السمك. هنا كان السمك بيتقلي زي ما انتم شايفين كده. كان لسه يعني في كمالة آلية. وهنا كان السمك اللي هو الفيليه، كان ما شاء الله طعمه جميل جدا. وده ما بنعمله مخصوص عشان الأطفال، لأن الأطفال طبعا ايه تاكل براحتها، ما يبقاش حاجة مضايقاهم من الشوك، بيبقى سهل معاهم بالأكل. ودي كانت السفرة بتاعتنا النهاردة، وكل سنة وانتم طيبين. وهنا كان معانا الرز والسلطة. محبش ان انا اطول عليكم بتفاصيل اكتر من كده، وحبيت ان انا اوريكم حاجة بس ايه او نبذة بسيطة بس من القعدة بتاعت السفرة. هنا معانا بقى العدة وقعدة الشاي الجميلة والحكاوي. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. دي كانت كوباية الشاي من ايد امي، ربنا يبارك لها. وده كان الحاج بقى كان بيشق لنا بطيخة عشان بعد السمك. دي عاداتنا وعادات كل المسلمين. طبعا في العيد فاكهة وحاجات جميلة جدا، وسمك ورنجة وفسيخ وملوحة وكل ما تشتهى الأنفس. هنا كل سنة وانتم طيبين، ورب يكون الفيديو عجبكم. ولو وصلت لحد كده متنساش بقى تدوسي لايك واشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد واوريكم تفاصيل اكتر. وهنا كانت سفرتنا النهاردة، يا رب يكون عجبتكم. ودي كانت تشكيلة حلويات من التحلية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.